عبد الله احكي لك عن اكبر 3 فنادق في العالم. جاهز؟ جاهز. في المركز الثالث ذا MGM جراند لاس فيغاس. نعم سلم علي. واحد من اشهر فنادق الدنيا على الاطلاق. في كل فيلم في لاس فيغاس موجود، اللي هو يا عبد الله خاص بشركه الانتاج اللي انتجت توم وجيري، اللي هو ايوه بتتذكر الاسد اللي بيطلع في بدايه الكرتون؟ حافظه. هذا الفندق يا عبد الله تم تشييده في عام 1993 لما كان عمرك سنه وكان عمري 3 سنوات. في وقتها يا عبد الله كان يلقب باكبر فندق في العالم على الاطلاق. وقتها في 93 قبل توب 3 قبل 30 سنه. نعم حبيت. وطالما يا عبد الله الفندق في لاس فيغاس فاكيد لازم تتخيل انه في هناك للاسف كازينو كبير يا عبد الله. اذا الكازينو اللي وحده تخيل معي انه مساحته 16000 متر مربع، يعني ما يساوي تقريبا ملعبين كره قدم فقط. كازينو يا عبد الله. ارباحهم منه يا محمد حرام. غرفهم رخيصه عشان الكازينو. بنقول الحمد لله على نعمه الاسلام ونعمه الدول الاسلاميه طبعا يا عبد الله. تخيل ان تقتطع جزء كبير من الفندق بس عشان تحط فيه هذا الشيء. تخيل عبد الله، من الجنون بمكان في عالم الكازينو عاملين هناك مكان للاسود داخل الكازينو. اسود موجوده داخل قفص رسميا في الكازينو موجود. ولكن الفندق يا عبد الله الحقيقه انه مخيف جدا. في 5 مسابح ضخمه يا عبد الله، في قاعات جباره للمؤتمرات، بل انه في حلبات للنزالات، وتقام فيه التظاهرات الرياضيه الكبرى في هذا الفندق. مش بس هيك، مليان مطاعم ملذة وطاب اللي انت بتحبها يا عبد الله، والكثير من المرافق. خطر على بالك الان كم عدد الغرف في هذا الفندق يا عبد الله؟ فقول لي رسميا هي 7000 7000 غرفة في هذا الفندق. يا الله محمد، تعرف يعني وش 7000 غرفة؟ نعم. يعني موضوع الهاوس كيبنج هو اصعب شيء. شلون تلحق والسيرفس والاكل وتنظيف الغرف. بس الشباب مجربين. صالح ذاك اليوم يقول والله العظيم من اسرع الفنادق اللي لما تطلب شيء يوصلك، لانه التحدي عندهم عالي فبيثبتوا كفاءة هناك. في المركز الثاني يا عبد الله ذا فينيشن ريزورت هوتيل، ومكانه برضه لاس فيغاس. تفوز لاس فيغاس الفنادق، تفوز رسميا يا عبد الله. عشان اختصر عليك يا عبد الله، تقريبا كل ما هو موجود في MGM جراند موجود في الفينيشن ريزورت هوتيل يا عبد الله. ولكن شو اللي خلى هذا اكبر؟ هي 100 غرفه زياده. اذا هذاك في 7000 هذا في 7100 غرفه رسميا. خذ الرقم. ولكن الصاعقه يا عبد الله لازم تعرفها انه كلا الفندقين مملوكين لنفس الشركة العملاقة فيتش بروبرتيز يا عبد الله. شركة عملاقة أمريكية حاطة 2 من أكبر فنادق الدنيا موجودين عندها في لاس فيغاس، تتجبر على الدنيا. ولكن السؤال القوي يا عبد الله، هل تتوقع فلوسهم حلال؟ لا طبعا، فوق نص الربح من الكازينو محمد. الحين أنا ما عندي مشكلة إذا فلوسهم حرام، الاكل حلال ابي اكل. محمد حمستني، الحين انا ما ابي اعرف الفندق الاول، صرت ابي اعرف في اي دوله. عبد الله هنا الفخر الاسلامي. لا اسلامي مو شرط عربي. سنترك لاس فيغاس وامريكا واوروبا وننتقل لدوله اسلاميه يا عبد الله فيها اكبر فندق في العالم. لا والله اتكلم عن ماليزيا رسميا. وفي مدينه باهانج الماليزيه يوجد اكبر فندق في العالم اللي في مدينه العاصمه. هو والله مشهور بالوانه الخاطفه الرائعه، مختلف شكله مختلف. اتذكر مره الشباب غطوه تغطيه كامله، التوأم العمانيين راحوا. بالضبط، هذا هو يا عبد الله، مميز بالوانه الغريبه العجيبه، مميز بتطلعوا من بين كل فنادق الدنيا، وفعلا في مدينه العاب. بس الصاعقه وين يا عبد الله؟ انه هذا الفندق فقط 3 نجوم، بس مع ذلك في مول وقاعات جباره وسينما وقاعات مؤتمرات وكل شيء مخطر على بالك في هذا الفندق الرائع في ماليزيا. وطبعا ما لهم حلال، ما في كازينوهات. خلصت المعلومه يا عبد الله؟ حلو المعلومه، بس ما ابي انقص من نقاطك يا محمد. شوفي. كم غرفه؟ ما قلت لك. اسف كيف سقطت مني سهوا والله. اذا اللي قبله 7100 هذا 7351. صدق والله اكبر فندق في العالم بس محمد انا جاتني معلومه. شو هي؟ ان المملكه العربيه السعوديه تفكر انها تبني اكبر فندق في العالم في عدد الغرف. يا عبد الله سلام عليه، انت انسان مثقف جدا. لا جد والله وصلتني معلومه والله. نعم، السعوديه تهيئ حالها الان لان تطلق اكبر فندق في العالم، وسيكون للحرم والمعتمرين والحجاج.